قدامك في الصورة ثلاثة ديال الرويبضات. الأول هو الممثل والمغني محمد رمضان، ثانية ممثلة إباحية من أمريكا، والثالث المتحول الجنسي جيفري مارش. أما محمد رمضان تلقى هذه واحد السيمانة بالرئيس الفلسطيني في نيويورك باش يهضروا على السياسة على هامش فعالية الأمم المتحدة الخاصة في ذكرى النكبة. وأما الممثلة الإباحية استقبلوها في جامعة أوكسفورد البريطانية وفرحوا بها الطلاب في صالة الشرف ديال الجامعة. جلسات على الكرسي اللي جلست فيه قبل منها الأم تيريزا، وقدمت للطلاب محاضرة بعنوان الحدود والثقة والخبرات الحياتية. وأما المتحول الجنسي جيفري مارش فالفضاء الإلكتروني دائما مفتوح قدام من القنوات الإعلامية والجامعات للاستفادة من الخبرة ديالو في التربية الصحيحة للأطفال. والعبرة من هذا الشيء كامل أنه لا محمد رمضان يفهم في السياسة ولا الحديث في الأخلاقيات يليق بممثلة إباحية أن تمثلها، ولا تربية الأطفال يمثلها متحول جنسي. ولكن هذه هي العلمانية الغربية اللي ما بقتش كتكتفي بالمساواة بين الحق والباطل، بل أصبحت أكثر وضوحا في تقديم الانحراف